هاد الفيلم الخوت مبني على شي احداث اللي غريبه، والتفسير ديالها بلا ما نقول لكم الخوت وما نحرقوش عليكم المراحل، وغنخليكم تسمعوا القصه ديال الفيلم. وكتبدا قصه الفيلم على واحد الاجتماع اللي كبير اللي كان في الولايات المتحده الامريكيه، واللي حضروا ليه جميع الزعماء العالم على قبل واحد الاعلان اللي انتشر في الجرائد والاخبار على ود شي انهيار بيئي اللي غيغير المناخ، اللي غيتسبب في نقص التغذيه والميسيريه والجوع اللي جايه لهم. وقالوا خاصو ضروري ما نبلعوا الحدود ما بين دوله والاخرى، يعني بالخلاصه ما تجي عندي ما نجي عندك، وضروري ما تنقص 20% ديال السكان في كل دوله. وهذا الخبر رون القضيه. هنا كنشوفوا باللي بدات القضيه كتنشف، وكنشوفوا هاد الناس اللي واقفين حدا السياره باغيين يعمروا الماء ودايرين الصف واحد مور واحد، وهازين حتى المظلات باش ما تضربش فيهم اشعه الشمس. وهنا كيبانوا لينا شي رجال ديال المنظمه خارجين شي جثه ديال شي واحد من الدار، وغيبان لينا هنا واحد اللي الاسم ديالو بوب خارج من منزل ديال الضحيه. وكنشوفوا كذلك عطى لهم شي تعويضات على حساب التضحيه. وهنا كنشوفوا هاد الجوج اللي في السياره اللي هما كريم ومالك اللي مراقبين هاد الفاجعه اللي واقعه. وكنشوفوا كريم ومالك ما عجبش ليهم الحال على هاد الشيء اللي كدير الدوله في الشعب، والشوارع كامله ملصقين فيها التصاور اللي مكتوب فيها التضحيه على قبل الوطن. ومالك طلع ليه الدم ويهز الكاس ديال القهوه وغيشرشم بها الحيط اللي فيه واحد الاعلان. وهنا كنشوفوا مالك ويوسف وصلوا لواحد القصر ديال واحد السيد اللي الاسم ديالو تشارليز. جابوا ليه واحد الكوموند اللي كان بيانو لقاوه كيتفرج في التلفازه. في الابن ديالو اللي الاسم ديالو غارد كيقول في هذه التضحيه ضروري ما تكون ومفروضه على كل واحد من العائله يضحي بواحد. وكنشوفوا هنا مالك تعصب بزاف وهو يسب غارد، شاف فيه تشارليز بواحد الشوفه اللي قاسحه. مالك اعتذر منه. وهنا كنشوفوا تشارليز مع مرتو دون وكيبانوا مغوبشين وفيهم علامات الحزن، حيت هما قرروا يقدموا راسهم للبرنامج التضحيه على قبل الوطن. وكنشوفوا تشارليز كيهضر مع مرتو وقال لها ما عندنا ما نديرو، هذا الشيء اللي خاص يدار على قبل ولادنا. وفي نفس الوقت هنا كنشوفوا تشارليز ودون كيتشوفوا في التلفازه كيلقاو بنتهم راشال في الاخبار وهي كتعرض للاهانه من قبل المواطنين، وكيطلبوا انها تحاكم على شي ادويه نتجاتهم راشال مع واحد الشركه، حيت هاد الادويه هادو كيتصابوا بشي اعراض جانبيه اللي خطيره. هنا كيبان لينا غارد في السياره منوضها مع مرتو في التليفون على قبل داكشي اللي قال في البرنامج انه حتى هو مستعد يضحي بولدو اللي العمر ديالو 10 سنوات. وكنشوفوا غارد كيشرح لمرتو انه هادشي ما كاينش، غير المذيعه التلفازه لعبت بالمونتاج، وهي تقول لها اجي تشوف ولدك كيفاش كيترعد في وسط الدار على هادشي اللي سمع. وقال لها غارد ارا نهضر معاه او لا نجي للدار. قالت ليه ما تهضر معاه ما تجي للدار، خليته يتهدن عاد اجي. هنا كنشوفوا غارد دخل للدار وكيقلب على قرعه باش يشرب، وهي تقول ليه مو انه خوك شرب كل شيء. وهنا كنشوفوهم مجموعين على الطابله ومعاهم نوح اللي كيطلب منهم السماحه حيت كان بعيد عليهم في الوقت اللي فات. وهنا غيقول تشارلز ودون انهم هزوا القرار باش يضحيو براسهم في برنامج التضحيه على قبل الوطن. وهو غينقص غارد وقال ليه راك غالطه بابا في هذا القرار، حيت الحكومه كتقول ان الاغنياء بحالنا معفيين من هذه التضحيه، خاصك تلغي هذا القرار اللي فكرتي فيه وتحيد هذا الشيء من راسك. ولكن تشارليز رفض الفكره ديال ولدو غارد وقال ليه انا راه هزيت القرار وما غنتراجعش، حيت مستقبلا ما نعرفوا شنو يوقع. وهنا كيبان لينا وكنشوفوا نوح تعصب وخرج. نوح ولد تشارليز اللي هو خو غارد، وواحد شويه غيرجع لبابا وكيحاول يقنعو باش يغير رايه في هذا القرار، ولكن تشارليز ما بغاش يسمع ليه. وغارد بقى كيقول لباباه ان هذا الشيء دارته الحكومه للناس الفقراء والطبقه المتوسطه، ويقول ليه تشارليز ان الحكومه بغات تقضي على المهاجرين كاملين. وهاد الفكره ديال التضحيه راه لقاوها غير سبه، حيت قبل كانوا كيجريو عليهم ويسدوا لهم محلاتهم بحال اللي داروا لماماك دون، سدوا ليها المحل الصيني اللي كان عندها. وكنشوفوا هنا اشلي نقزات من المقله وتحبس لهم الهضره وتقول لهم ان خوها نوح كيبغي واحد البنت اللي سميتها غريس وراه واقفين على الزواج. ولكن نوح حس بالاحراج قدامه حيت كان اتفق مع اشلي تخلي الموضوع من بعد، ولكن اشلي عرات الجميله وتقول لهم باللي هاد اشلي راه ساعدت بزاف نوح وحتى من الادمان راه حيدو ما بقاش يشرب. وهنا كنشوفوا تشارليز كيبارك ليه
وقال ليه سير تمنيت لك غير السعاده معاها. وهنا كنشوفوا تشارليز ماسك واحد الرساله اللي كتبتها دون مرات تشارليز، وكتقول في هذه الرساله باللي هي غيرت الراي ديالها في الفكره ديال التضحيه اللي كانت اتفقوا عليها، وقالت في الرساله باللي هي غتهرب من الدار. وهنا كنشوفوا الدقان في الباب في وسط الليل. تشارليز قال شكون اللي غيجي عندنا في هذه الساعه، وكيتفاجئوا كيلقاوه باللي بوب اللي مكلف بهذه المهمه ديال التضحيه، وقال لهم راني جيت نكمل الاجراءات. ولكن تشارليز قال ليه نقدروا ناجلوا هذا الشيء حيت دون ما كايناش دابا. وقال ليه بوب واش ممكن نهضروا على انفراد. دخلوا تشارليز للمكتب ديالو وهو يمد ليه بوب شي وراق وطلب من تشارليز باش يوقع عليه، وتشارليز هنا وقع على الوراق بلا ما يقراهم وضحى براسو. وهنا بوب دار ليه اليبره اللي كدار ليه. وهنا كنشوفوا تشارليز باللي فارق الحياه. وملي كمل طلب من ولادو يزيدوا التضحيه الثانيه كما اتفق معهم تشارليز. وهنا غينقص غارد وقال ليه ما يمكنش تزيد شي واحد وخرج علينا. وهنا بوب استدعى القوه ديالو وقال لهم بوب عندكم ساعه تكونوا اختاريتوا اللي غيموت منكم. وكنشوفوا غارد باللي هذا الشيء ما تسرطاتش ليه انه يزيد شي واحد من العائله ديالو. وغارد جبد التليفون باش غيتصل بالمسؤولين الكبار ورجال الحكومه وغيقول ليه بوب بلا ما تصدع راسك راه الاتصال والانترنت كلشي مقطوع في هذه اللحظه. وقال ليه بوب بلا ما نضيعوا الوقت انا نتسناكم في السياره على برا على ما تقروا شكون يموت فيكم. وقبل ما يخرج بوب قال ليه غارد غنقلبوا على دون. وهنا كنشوفوا بوب خرج وقال ليه داكشي شغلك انا ماشي شغلي، مهم انا نتسنى الساعه في السياره ملي نرجع نلقى الواحد واجد. وهنا الدراري واحد كيشوف في الاخر واحد كيقول الاخر شكون. وهنا قال غارد انه خاصو نضحيو بنوح حيت هو في الاصل ماشي خونا ومتبني وهو ما صالحش راه كان غير مدمن. واشلي وقفات ضد غارد قالت ليه هاد الشيء راه ما غيكونش وبلا ما تحلم بزاف باش نضحيو بنوح. ولكن قبل ما تكمل الهضره غتجبد رشا السلاح وتضرب نوح وتقول لهم مباشره ضروري ما غيموت نوح باش بلا ما تفكروا تخاطروا بيا انا. وهنا تقول لهم ها حنا تهنينا منه باش هكا ما نبقاوش ندابزو شكون يمشي شكون ما يمشيش، وزائد كل واحد غياخد حقه في الورث ديالو ونعيشوا مهنيين ومريضنا ما عنده بس. وهنا كنشوفوا كذلك اشلي اللي كانت باغا تحميه هزات السلاح حتى هي باش تكمل عليه يموت. ولكن نوح ما استسلمش غيهز واحد الحديده وغيضربهم كاملين وحتى غارد اللي جا من موراه باش يغفلو غيعطيها له بضربه للراس. وهنا كنشوفوا راشلي جبدات الموس وغضرب نوح في الظهر في نفس الوقت. وهنا كنشوفوا بوب اللي دخل عليهم على غفله وقال لهم باللي جبت لكم واحد الخبر اللي تمينا القبض على دون وبلا ما تصدعوا راسكم راه ما غيموت فيكم حتى واحد. وهنا كنشوفوا نوح مضروب ومصيفط الرساله لخطيبته غريس وبقى مخبي تما في واحد البلاصه ويقلب عليهم كيبان لينا بحال اللي باغي ينتقم منهم على داك الشيء اللي داروا فيه. واول وحده غيلقاها هي اشلا وبدات ترغب فيه وتزاوق وتطلب منه السماحه، ولكن تقبل الاعتذار ديالها وهو يسولها على غارد وراشال وتقول ليه راه غيكونوا غير هنا مخبعين وراه غيكونوا مسلحين، ولكن كانت ناويه تغدروا باش يقتلوه وهي تغفلو تجبد عليه بالموس وتجيبها له في يدو باش يخرجوا يقتلوه. وهنا كنشوفوا غارد خرج ولكن نوح قدر يفلت ليهم وغيبلع عليه الباب باش ما يتصابش بزاف. وهنا قبل ما غيجي يدخل عليه غارد كان عطاها له للراس وغتدخل كذلك راشال من موراه وغيعطيها له حتى هي، ولكن ما حاولش يقتلها. وتجي عاود راشال من موراه وتغفلوا وتضربوا وتطيحوا في الارض. وهنا كنشوفوا طيحوا نوح في الارض ومكتفينه وتجمعوا كاملين باش يضربوه بضربه واحده بالموس. ولكن قبل ما يخرجوا الضربه غيسمعوا الدقان في الباب. وكانت المفاجاه كانت غريس خطيبة نوح حيت كانت قرات الرسالة ديالو وجات ديريكت مباشرة للمنزل، ولكن نوح كانوا مخبعينه لداخل وقالوا ليه راه مزيان وراه غير ناعس لداخل. قالت لهم ضروري ما خصني نشوفه. وهنا كنشوفوا رجع المرة الثانية بوب وقال لهم باللي دون اختفت المرة الثانية خاصكم ضروري توجدوا شي واحد للتضحية. وملي شاف داك الشي غريس وهي باغا تهرب وغيتيريو فيها رجال بوب مباشرة وغيجيبوها في الارض وغيخبروا بوب ان نوح هو اللي تختار يضحي براسو وغيطلبوا من بوب باش يطلع يشوفوه الفوق. وملي طلعوا كانت المفاجاه غيلقاو نوح باللي هرب ليهم ولكن هو راه مخبي غير تما. واحد شويه غيطفي عليهم الضوء وهنا كنشوفوا راشال كدور تما وهو غيخرج ليها وغيعطي ليها الوجه وجا من موراها غارد ويعطيها له حتى هو للراس وبقات ليه غير اشلي وهي تقول ليه هاد المره قررت نضحي براسي انا. وهنا غينقص كذلك غارد وغيقول ليها لا انا اللي غنضحي براسي. ولكن كنشوفوا نوح باللي قلبه كبير بغى يحن فيهم كاملين وقال لهم ما يموت حتى واحد
انا راه فكرت في واحد الخطه. وهنا وصلت الساعه ديال بوب وقرر يطلع عندهم. وملي طلع عندهم غيلقى اشلي فاقده الوعي وغيشكرهم بوب وغيقول لهم دابا مزيان. كيبان ليه اشلي باللي فارقت الحياه ولكن هي راها غير في الغيبوبه. وغتنوض اشلي مباشره من بلاصتها وغتجبد الموس وغتضرب واحد من رجال بوب وغينقز نوح على بوب ويشنق عليه. وهنا غيجبدوا السلاح رجال بوب على نوح ونوح غيقول لهم نزلوا السلاح ولا نقتل بوب قدام عينيكم مباشره. وغينفذوا اوامره وينزلوا السلاح وجاكارد هز عليهم السلاح ديالهم كاملين. وهنا غنشوفوا اشلي باللي غتفارق الحياه مباشره وغيقول لهم بوب صافي غير وقفوا راه اشلي ماتت والمشكل تحل. ولكن نوح زرب على بوب وغيتيحو وغيتسبب له في فقدان الوعي. وملي غيفيق بوب غيلقى راسو مربوط هو والرجال ديالو وفكروا قرروا باش حتى هو يضحيو منه. وغيقول ليه بوب غير تسنى ما دير والو راه هاد المره لقينا دون وهي معانا بلا ما دير شي حاجه. وهنا كنشوفوا نوح تراجع على القتل ديال بوب ولكن غيبان واحد الخبر في الاخير ان دون ضحات براسها قبل من تشارليز وراه ما كانت هاربه ولا شي حاجه راه كانت ضحات براسها قبل تشارليز غير ما بغاتش تقولها ليه. وهذا الشيء اللي انتشر وحتى لدابا كنظن سالينا هذا الفيلم. ونتمنينا الاعجاب ديالكم وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بالجديد. وحنا في هذه القناه راه يلاه حاطين 3 ديال الفيديوهات ديال ملخصات الافلام وراه جايين بزاف نتاع لي فيديوهات اللي غيعجبوا لكم. ونتمنى التشجيعات ديالكم لايكات وكومونتيرات زوينين ونتلاقاو في فيديو مقبل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.